بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكون في أسعد حال وأروق بال، وربنا يتقبل الصيام والأعمال الجميلة اللي ما بنصدق بيجيلنا كل سنة. رمضان ده شهر الخير وشهر البركة، ربنا يعود علينا وعليكم بخير يا رب. النهارده هنعمل حاجة من البيت، مش هنشتري حاجة. هنعمل وصفة. الوصفة دي كنت بعملها زمان قوي، بس لقيتها انتشرت قوي، فكروني بيها. باستا فلورا نوع اهو كده. عندنا احنا 3 كوبايات دقيق ونص، دي اول حاجه. عليهم كمان كوبايه زبده سايحه او سمنه سايحه اهو كده. 3 كوبايات ونص دقيق وكوبايه زبده سايحه. مش هنقول بالجرامات عشان لو دخلنا في الجرامات هنا دي هتطلع 200 جرام ودي هتطلع 125، فهنتلخبط بعض. لا، خليها العيار هي نفس الكوبايه، وهنعاير بيها الدقيق والسمنه السايحه او الزبده. يبقى احنا دلوقتي عندنا 3 كوبايات ونص دقيق، كوبايه زبده. عندنا هنا كمان ربع كوبايه سكر بودره، لان هي فيها حاجه، يعني مش السكر ده بس لوحده، فيه مربى، فدي سكر بودره ربع كوبايه. اللي عايز يخليها اكتر يخليها براحته، بس ده مستواها حلو كده، سكرها كويس. كمان في عندنا هنا بيضتين، دول كل مكوناتها. كمان في معلقه باكنج باودر، ده هتحط على الدقيق، وربع معلقه ملح صغيره، يعني الملح بالمعلقه الصغيره بتاعت الشاي، ربع معلقه ملح ومعلقه باكنج باودر، هنحطهم مع بعض وهرمهم دلوقتي. احنا كده بدأنا نحط الدقيق. هنحط 3 كوبايات ونص الدقيق مره واحده، لان دي مش هتحتاج ميه ولا تحتاج لبن، فطبيعي ان احنا هنحط الدقيق مره واحده. مش هنقول مثلا الدقيق هياخد ميه ولا مش هياخد، لا. هنحط كده، احنا حطينا الدقيق، هنحط الباكنج باودر عليه، معلقه صغيره، معلقه شاي باكنج باودر هنحطها عليه. بعد كده المكونات دي كلها هتتقلب على بعض على الناشف. احنا كده حطينا ربع معلقه ملح، معلقه صغيره. هنقلب كل الحاجات مع بعض، الخليط كله مع بعضه على الناشف. كل الحاجات الناشفه دي هنقلبها مع بعض الجافه. كده خلطنا الحاجات الجافه مع بعض. دلوقتي هنحط السمنه او الزبده السايحه اللي عندنا، نبدأ نخلطها هي والسكر. هنبدأ الحاجات التانية الباقية اللي عندنا هنخلطها مع بعض كده. السكر يتخلطوا جيدا مع بعض لغاية لما يتماسكوا مع بعض كويس جدا. هنخلص ونقلبها كده. حطينا السمنة مع السكر وقلبناهم، يعني اتمزجوا مع بعض كويس. هنحط عليهم البيض، بيضة الأول واحدة، وهنضربها برضو معاهم. احنا بنضيف البيض بالتدريج هنا. هنا بما ان في بيض يبقى لازم يكون في فانيليا عشان تمشي الزفاره. هنحط معانا دلوقتي كيسين فانيليا، لو انه ممكن كيس كفايه لوحده يكفي، لان هم بيضتين مش كتير، بس برضه عشان تبقى ريحه حلوه. كده بدأت تطلع ريحه الفانيليا جميله جدا. هنبدأ نحط الدقيق بينزل عامل زي نظام الكحك كده، ما بنحطش اي سوائل تانية، بس بنحاول نخلي الدقيق يتشرب السائل اللي هو السمنه والبيض، بحيث زي البس كده، زي ما يكون بنبس كحك، بس مش بنقعد ندلع في ايدينا والحاجات دي، لا. بندمج الاثنين بحيث ان هما ما تبقاش محتاجه، تبقى خلاص مش محتاجه اي حاجه تانية. مفيش ميه، مفيش لبن، مفيش اي سمنه تانية، مفيش اي حاجه. هنخلصها وهنجيلكم عشان ما نطولش عليها. هنا بصوا احنا كده فردنا العجينه. هي العجينه بتبقى بالوضع ده،
بصوا شايفين ازاي؟ هي ما فيهاش ميه، هي كلها عباره عن زبده وسكر وبيض بس. اهي بعد كده حطيناها فردناها بالايد بقى، تقعدوا تفردوا فيها وتحطوا بالايد وتساووا كده بحيث ان هي تلزق، يعني تبقى فعلا. ما بتحطش سمنه تحت، ما بنحطش لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، هي مع نفسها كده، هي فيها ماده سمنه، السمنه بتاعتها كفايه. هنخلينا بقى الحته اللي جزء دي عشان نشكل فوق الوش، هنعمل تشكيله فوق الوش بعد فوق المربى. خليكم معانا. احنا كده هنحط طبقه من مربى، اي مربى عندنا هنحط عليها طبقه مربى. في ناس بتعمل طبقه كبيره قوي من المربى، بتبقى يعني كل واحد حسب ما يحب، اللي قادر، اللي عايز يحط طبقه كبيره يحط، واللي عايز يا دوب بسيط برضه، دي حاجه راجعه لكم، يعني مفيش مشكله خالص، زادت او بقى القد مفيش مشكله. كده بتتفرد، بتوزع على على العجينه، بس ما تجيش طبعا على حرف الصينيه او الحاجه اللي بنحط فيها. هنحط برضو في الحته دي هنا حته شوف خلاص كده جميله جدا. يعني هي المربى هي لوحدها مسكره، عشان كده احنا حاطينها جوه في العجينه ربع كوبايه سكر. اللي مش عايزها مسكره او ما يحطش سكر عادي، يحط قليل، يعني ممكن يحط معلقتين بس كفايه مش مشكله، انا ما كترش الربع كيلو لو ان هي حلوه كده، لان كله بيحبها، الاطفال بيحبوها، الكبار بيحبوها مع الشاي، في اي وقت الواحد ياخدها كده حاجه حلوه. بنبشر حته العجينه بالمبشره، بنمشي العجينه كده ونلف بيها ونوزع. وممكن نعملها احسن في حاجه تانية وناخد الوش، دي برضو متاحه قدامنا، يعني على اساس ما نظبط الرشه اهي. ممكن نعملها كده، حته العجينه اللي عندنا اهي بشرناها، البشره دي هترش عليها، اما تنشف، اما عفوا تستوي، هتبقى الجزء المبشور ده بيدي قرمشه حلوه قوي في الباستا فلاور. بتتوزع بالطريقه دي سهله جدا. كتر هنا شويه برضو، لو في حته لقيناها مش مبشوره ونازله كتله واحده برضو نبشرها مفيش مشكله. بنغطي كل الاماكن اللي فيها مربى، اللي باين عليها مربى، بنغطيها على كده، لان كل دي بتدي قرمشه بعد كده. بصوا يا حبايبي، الطبق ده او الصينيه دي مساحتها 24 سم، يعني هي على العيار بتاع اللي احنا عملناه ده. لو كان كبيره مش هتبقى كويسه، لكن هو تبقى مقاس صغير. العيار اللي احنا شفناه ده على 24 سم، بتتحط في الفرن في الوسط على درجه حراره 180. ولو بوتاجاز عادي احنا بنقدر نظبطه على الشكل برضو عادي، يعني مش يكونش فيه درجات، بس هي عشان نبقى ماسكين المعصيه من الوسط نص ساعه على 180 هتستوي واجيلكم حبايبي. احنا كده عملنا اتنين، واحده مربى فراوله وواحده مربى مشمش، دي المشمش. بس في حاجه تانية احنا ممكن برضو نعمل لها شرايط نزوها باي شكل تاني، يعني نخلي منها جزء عجين ونعمله زي شرايط صغيره نبططها ونحطها يعني خلف خلاف، بتدي شكل حلو. او باي شكل ممكن نحط وردات، نعمل وردات من نفس العجينه باي رسم بحاجه عندنا من الحلويات بتاعت الحلويات ونحطها برضو عليها نزوقها. كل ده احنا بس اختصرنا اسرع طريقه، لكن في طرق كتير قوي ممكن نزوق بيها، هي نفس العجينه ونفس الطريقه
بس هنحط عليها من نفس العجينه بتاعتها، نزوق وردات صغيره ونحطها. في جميع الحالات هي منظر للشكل، لكن هي طعمها جميل جدا. هتحطها في الفرن من 5 دقايق، تقعدوا تبصوا بقى عليها وتتابعوا، يعني بتتعرف في السوا بتاعتها لما بتبدا الحروف كده تحمر. اما تبدا حروفها تحمر هنا نبدا نعرف ان هي بدات في السوا. اما بنلاقي، يمكن انا اقول لكم بقى يا حبيبي عشان ما انساش، الا الحروف كده احمرت بتاعتها، الجوانب بتاعتها، بنبدا نولع، نطفي تحت ونولع الشوايه ونتابع برضه كده الشكل ده، يبقى كده استوت خلاص كده اهو، وشها كده ونظام كده استوت. طبعا دي ما تتقطعش وهي سخنه خالص لان بتفرول، دي تستنوا لما تبرد خالص، يعني تبرد شويه نشيلها في الفريزر ساعه كده ولا 2 ولا اي حاجه، لو لسه في رمضان زي كده نبقى نقطعها بعدها. يعني دي اسهل حاجه، وصفه سهله جدا وفي نفس الوقت حاجات يعني موفره. يعني انا لما احسب الصنف الحلو ده بالنسبه للكنافه اللي هشتريها، ده ارخص بكتير، وفي نفس الوقت حاجه حلوه قدام عاملاها بايدي وكويسه كده. ابسط طريقه، دي حلوه من زمان قوي معروفه، يعني انا فاكره والله كنت بعملها لاولادي وكانوا لسه صغيرين في المدارس كلهم. باستا فلورا، في اسامي كتير بقى، ناس بتقول عليها اسامي كتير، بس هي اسمها باستا فلورا، ودي مش اكله مصريه على فكره. في حلويات شرقيه ودي مش من ضمن الحلويات الشرقيه، لا دي مش بتاعتنا دي، بس اكله جميله جدا وموفره جدا وخفيفه، كله بيحبها صغير وكبير. دي الاكله دي ايطاليه، الوصفه دي ايطاليه، بتتعمل بشرايط، بتتعمل ورد زي ما قلنا. المهم هي اكله جميله وموفره وكل حاجتها في البيت. يمكن حاجه الوحيده بس اللي هتكلف شويه معانا ال 200 جرام زبده او سمنه، احنا ممكن لا خليهم سمنه وزيت، زبده وزيت مش هتفرق، يعني هي كده ماشيه ودي كده ماشيه حسب ظروفنا. هنعمل النوع الصنف الحلو والبسيط ده الجميل ومغذي ونضيف لينا ولولادنا. بصوا يا حبايبي كده احنا عملنا الباستا استوت. بصوا الجوانب بتاعتها بتبقى عامله ازاي، بصوا الطبقات بتاعتها معقوله. السكر بتاعها اللي عايز يزود سكر شويه في النص في العجينه يزود، بس احنا عاملينها ربع كوبايه عشان عليها مربى، وما يعني ملناش دعوه في السكريات قوي. اللي عايز يخليها نص كوبايه يخليها، تلت كوبايه يخليها، بس هي الفكره لو عملتوها بالعيار ده برضه تطلع كويسه، سكرها معقول مش زياده. وبالهنا والشفا.